من المباريات نتابع جميعا كل الدوريات، ولكن هذا المنظر الذي نشاهده أمامنا وخروج الحكم في الحراسة، وليس هذا هو الأمر الأوحد، ولكن ما حدث داخل اشتباكات كثيرة على أرض الملعب من هنا وهناك، وجري وإبراهيم حسن، والحقيقة حسام حسن حاول يلم الموقف. هتكلم أكيد مع ضيوفي الآن، ولكن تراشق أيضا اللاعبين ومنظر مسيء مسيء مسيء. قبل ما أبدأ الحوار الحقيقة معي من ملعب المباراة محمد حميدة يدينا الأجواء. اتفضل يا محمد. اهلا بيك كابتن مدحت، برحب بحضرتك وبكل مشاهدي استاد مصر في كل مكان وضيوفك الكرام. ولكن طبعا في حاله من القلق موجوده امام غرف لاعبي الفريقين. يعني انا لو هوصف لحضرتك احنا عندنا 3 غرف: غرفه لاعبي الزمالك، غرفه لاعبي الشرطه، وغرفه الحكام. اللي موجود امامي من ضباط الشرطه لا يقل عن 30 ضابط شرطه، تخيل، واقفين ما بين ال3 غرف، وامام كل غرفه في صفين من عساكر الشرطه، امام غرفه الزمالك والشرطه والحكام. حميدة، عايز اسالك، احنا شفنا منظر ما بعد المباراه، هل انت من موقعك في الملعب شفت البدايه حصلت ازاي؟ هي الكابتن توفيق طبعا اول ما صفر حصل حواليه كوردون من العساكر والضباط. بدا الكابتن توفيق يخرج للكوريدور اللي هو بيبقى فيه كوريدور ممر كده علشان يدخل تحت المدرجات يروح للغرفه. طبعا الكابتن عبد الواحد والكابتن عبد الحليم والكابتن حسام نزلوا حاولوا يبعدوا لعيبه الزمالك عن الحكم، وكان خلاص بقى في حوالي 10 من العساكر والضباط. الراجل بدا يدخل، بدا طبعا الجمهور ان هو يحدف طوب او يحدف، انت عارف الكراسي هنا كابتن مدحت في الملعب فيها جزء جلدي كده مطاطي، فكان الجزء ده هو اللي بيتحدف دايما على الحكام، وكان ده اللي بيتحدف طوال المباراه. فالكابتن توفيق دخل على طول، بدا يجري بعد كده. الكابتن توفيق بدا يجري، اول ما دخل الممر حس ان حواليه زحمه كبيره، الراجل دخل غرفته، واول ما دخل الغرفه على طول ودخل معاه الاثنين مساعدين والحكم الرابع اتقفلت الغرفه. ولكن الكابتن ابراهيم حسن ان انا رايته الراجل حاول بصراحه ان هو يدخل بسرعه الممر يلحق الكابتن توفيق، لكن هو ما لحقوش. لكن في كده دكه بيتم الجلوس عليها موجوده في الممر، فالدكه دي كانت على بعد حوالي 10 متر من غرفه الحكم. فبعض اداري الزمالك، مش عمال الغرف الملابس في الزمالك، جابوا الدكه وضعوها جنب غرفه الحكم وجلس عليها الكابتن ابراهيم. ولكن بعد كده اول ما الكابتن حسام خرج، لا الكابتن ابراهيم قاعد جنب غرفه الكابتن توفيق السيد. الكابتن حسام اخذ الكابتن ابراهيم والاثنين بداوا يتكلموا مع بعض، الكابتن ابراهيم يعني اقتنع بكلام الكابتن حسام، ودخل الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن الاثنين دخلوا غرفه ملابس الزمالك. ولكن لاعبي الشرطه كلهم اول ما دخلوا امام غرفتهم، اللي تخيل حضرتك ال 18 لاعب وقفوا مع بعض وبداوا يسقفوا للاعيبه الزمالك ويسقفوا لما حدث، يعني بيسقفوا بيوجهوا التسقيف ده او التحيه للزمالك وللتحكيم. ال 18 لاعب ببعض اعضاء الجهاز الفني، ولكن الكابتن طلعت يوسف طبعا زعق لهم وعنفهم بشده وقال لهم يا جماعه مالناش دعوه، خلاص احنا عملنا اللي علينا وندخل. طبعا احنا كل الكلام اللي بقوله لحضرتك والمشاهدين احنا بنصوره من خلف باب حديدي على هذه الدكه بجوار غرفه الحكم بحوالي نص متر. فجه بعد كده الكابتن حسام لقاه قاعد جنب الغرفه. الكابتن ابراهيم كان هدى، وانت عارف برضه ان الكابتن ابراهيم والكابتن حسام الاثنين بيحبوا الكوره وفي غيره على معلش احنا بنتكلم على وقائع دلوقتي يا حميده، ما بنقيمش افراد. هو طبعا فينا محمد يعني ابراهيم في الصوره، كان عدى 4 دقائق او 5 دقائق، فكانت العمليه هديت بالنسبه له شويه، فالكابتن حسام خده والاثنين دخلوا الغرفه وما حصلتش اي مشكله. لكن جمهور الزمالك وهو خارج من الدرجه الثالثه وقفوا امام خروج الباب اللي هو بيخرج منه الاتوبيس، وقفوا حاولوا ان هم يهتفوا ضد التحكيم، وحاولوا ان هم يهتفوا ضد الحكم المباراه واتحاد الشرطه. لكن انا دلوقتي الكابتن طارق سليمان كان موجود في المؤتمر الصحفي، وانا شايفه نازل من المؤتمر الصحفي، هحاول ان انا اجري لقاء وادي التليفون.